تصاعد الأزمة بين الجزائر وفرنسا بعد طرد دبلوماسيين. أعلنت الجزائر طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية في العاصمة الجزائرية في خطوة وصفتها باريس بأنها غير مبررة ومرتبطة بقضية قانونية داخل الأراضي الفرنسية. وجاء الرد الفرنسي على لسان وزير الدولة جنويل بارو الذي دعا الجزائر للتراجع عن القرار، مهدداً بردود فورية إن لم يتم ذلك. خلفية التوتر: يأتي القرار الجزائري بعد اعتقال 3 مواطنين جزائريين في فرنسا، بينهم موظف سابق في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بقضية إرهاب واختطاف ضد معارض للنظام الجزائري يدعى أمير بوخارس المعروف بلقب أمير ديزي. النيابة الفرنسية وجهت للموقوفين اتهامات تتعلق بتشكيل جمعية أشرار إرهابية وارتكاب أعمال احتجاز غير قانوني، وتم وضعهم قيد الحبس الاحتياطي منذ الجمعة الماضية. الجانب الجزائري: السلطات الجزائرية اعتبرت الاعتقالات الفرنسية تصعيداً غير مقبول وانتهاكاً لاتفاقيات دبلوماسية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الطرد. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن بعض المطرودين يعملون في وزارة الداخلية الفرنسية.